الإدارة زي الكورة، الكل بيقولك اللي ما يخططش يخسر. لكن هل الخطة لوحدها تكسب؟ ولا ممكن تنزل ماتش وانت لابس روح السير أليكس فيرجسون، لكن الكورة عندك وتبقى كل انفراداتك تسلل؟ قصة انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد هي نسخة كروية من أي خطة إدارية اتعملت على الورق وفشلت في الملعب. خطة هجومية جدا، لكن النتيجة كانت أوفسايد. مبابي قعد مع نفسه زي أي مدير بيرسم فيجن 2030 للشركة وقال لازم أجيب دوري أبطال أوروبا، ما أنا لعيب جامد برضو، ألعب مع المرنجي النادي الملكي اللي حقق 15 لقب قبل كده، واكتب اسمي جنب رونالدو زيدان وسعيدو سامبوري في كتب التاريخ. الخطة كانت محطوطة، الهدف واضح، والورق بيقول إن اختياره 10/10. لكن في الملعب السيناريو اتقلب، زي أي مدير يغير استراتيجيته ويتفاجئ إن السوق ماشي في اتجاه تاني. باريس سان جيرمان من غير مبابي فجأة قلب الطاولة، حقق 3 بطولات محلية متتالية، الدوري، الكاس، السوبر. دخل نهائي دوري الأبطال في أليانز أرينا وقدم ماتش العمر وكسب إنتر ميلان 5-0، وكملها بالسوبر الأوروبي قدام توتنهام. وفي الناحية التانية مبابي مع ريال مدريد لسه بيدور على أول بطولة أوروبية، رغم إن مدريد عنده أعظم خبرة نهائيات في التاريخ. الكرة زي الإدارة، الأرقام هي الإحصائيات اللي بتكشف الأداء الحقيقي. مبابي مع باريس 256 هدف على 308 مباراة، يعني معدل 0.83 هدف للمباراة. مع الريال أول موسم المشاركة التهديفية نزلت حوالي 20%. قيمة باريس السوقية زادت بعد رحيله من 1.1 مليار يورو إلى 1.15 مليار يورو. نسبة الفوز المحلي ارتفعت من 68% ل 74%. يعني بالعربي الفريق اللي كان مفروض يخسر لما فقد نجمه الأول طلع كسب أكتر. طب نفهم من ده إيه غير إن مبابي وش فقر وبوزه ناشف؟ 1. الخطة مش ضمانة للبطولة. ممكن تعمل أحسن خطة 4-3-3 وتقول دي الخطة اللي هتكسبني، وتكتشف إن المنافس قافل الدفاع وبيلعب على الهجمة المرتدة، زي الشركات اللي تغير استراتيجيتها على الورق لكن السوق يديهم كارت أحمر. 2. التوفيق ممكن يبقى هو ال VAR الحقيقي. في الكورة ال VAR يقدر يقلب النتيجة في ثانية، وفي الإدارة التوفيق من عند ربنا يقدر يفتح لك باب عمرك ما حسبت له. في دراسة بتقول إن 40% من قصص نجاح الشركات الكبرى كان فيها عنصر صدفة أو فرصة غير متوقعة. 3. المنظومة أقوى من النجم الواحد. باريس بعد ما مبابي لعب كفريق جماعي، مفيش سوبر ستار شايل الفريق، لكن في 11 لاعب بيتحركوا ككتلة واحدة. زي أي شركة لما تربط مصيرها بمدير واحد أو موظف واحد بتبقى ضعيفة. المنظومة هي اللي تكسب. من الآخر كده الإدارة مش بس خطة مكتوبة على السبورة، ولا سنظل أوفياء، ولا الموضوع بطولة دي عشق من الطفولة. عشان تعرف تدير صح لازم يبقى عندك العناصر دي: خطة، تنفيذ، توفيق، مرونة. قول لنا انت بقى، هل حصل معاك قبل كده انك حطيت خطة زي بيب جوارديولا لكن في الآخر التوفيق خانك والتسديدة طلعت في المدرجات؟